النبي، انا حبيبي حبيبي النبي، تقبل صلاتي على النبي، انا في جاه النبي، تكرم عبيدك والنبي، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، القعدة حلوة والنبي عند النبي، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. ماذا تقول بهجرة المختار؟ لغة البيان ومهجة الأشعار، نظرات طه حين راح مهاجرا، تقفو خطاه عصابة الكفار، جمعت قريشا كل ذئب كاسر، والعنكبوت حمت لباب الغار، وسراقة غاصت قوائم خيله، حتى الرمال تذل للمختار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أنت شمس أنت قمر، أنت نور فوق نور. مشاهدينا أهلا بحضراتكم معانا وحلقة جديدة ولجل النبي. النهاردة تحديدا هنتكلم عن الهجرة النبوية الشريفة وما فيها من دروس وعظات. برحب بضيوف الكرام معايا النهاردة الشيخ محمد الكويسني من علماء الأوقاف. أهلا بحضرتك معايا، منورنا. كمان برحب بضيفي الكريم معايا القارئ والمبتهل الشيخ محمد عيد حمزة. أهلا بيك معانا، فتح الله عليك، ربنا يبارك. يمكن بداية زي ما أنا قلت حتى في المقدمة طبعا شيخ محمد إنه الهجرة النبوية الشريفة مليئة بالعبر والعظات. خلينا نبدأها مع بعض كده بالتوكل على الله. يمكن بداية كانت من الدروس المستفادة هي التوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي وأستعين بك وأستغفرك وأستهديك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكل عام وأنتم إلى الله أقرب ودائما على خير. ونسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا ويجعل مصرنا أمنا أمانا وسائر آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. وأن يعيد هذه المناسبات الطيبة على أمة النبي بكل الخير. آمين يا رب. كما تفضلت، الهجرة دروس وعبر. دائما هناك في الأحداث السيرة النبوية أمور ينبغي علينا أن نقف عليها وقفة اتعاظ، وقفة اعتبار.
لأن هذه الأحداث التي تمر أو مرت على الأمة ما مرت إلا لغاية أو لهدف. نعم. الله عز وجل يريد أن يرسي قاعدة أو يرسي مبدأ من المبادئ، فتأتي هذه الأحداث وهذه الأمور فتعيد الأمة من جديد إلى طريق الله عز وجل. ودائما أبدا حينما نتوقف مع السيرة النبوية ومع أحداث السيرة النبوية التي هي حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا دائما نخرج في كل مرة بأمر جديد. ولعلنا حينما نتوقف مع الهجرة النبوية المليئة بكثير من الدروس والعبر يأتي على أول هذه الدروس درس التوكل على الله عز وجل. العقيدة الصافية، اعتماد وصدق القلب على الله عز وجل، أن يكون القلب صافيا لله عز وجل، أن يكون القلب متوكلا على الله عز وجل. ولذلك حينما نتأمل التوكل في القرآن الله عز وجل يوجه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. وضربها النبي صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع بحسن التوكل وحسن اللجء إلى الله عز وجل. فحينما نجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الغار والمشركون يحيطون به، بل قبل ذلك حينما يكون في بيته ويلتف المشركون ببيته الكل شاهرا سلاحه وسيفه لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويخرج النبي من بين أظهرهم بصدق اللجء إلى الله عز وجل. حينما ننظر إلى الأحداث وهي تسير، ننظر إلى المشركون وهم يقفون على باب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أمر جلل، الكل يتربص لقتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبالرغم من ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم على المشركون وهم لا يرون. هذا هو التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله عز وجل أن تربي البذر في الأرض وأن تترك النتائج إلى الله عز وجل. حينما وقف المشركون على باب الغار، ويقف ويقول الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لو في بعض الروايات أن عين أبي جهل التقت بعين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن صدق اللجء على الله أعمى البصيرة وأعمى القلب وأعمى هؤلاء على أن يروا. فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقولها لأبي بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله والله ثم والله لو جاء أبو جهل وأبو سفيان والمشركون ومشركو مكة جميعا واخرجوا معهم الموتى يجرون أكفانهم يقلبون رمال الصحراء رملا على أن يقدروا على اثنين الله ثالثهما لن يستطيعوا. لا تحزن إن الله معنا. حينما يقف أو يكون القلب راسخا بالله عز وجل ويكون القلب مطمئنا بالله عز وجل تكون هذه النتيجة. ما النتيجة؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. التوكل صفة إيمانية لا يقبل الله عز وجل أو لا يكون المسلم عند حسن يقين بالله عز وجل أو حسن توكل على الله أو لا يكون مؤمنا إلا باعتماد وصدق اللجوء إلى الله وتوكل على الله إنك على الحق المبين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعلمنا أن حسن التوكل على الله عز وجل ويضرب المثل على ذلك بهذه الطير التي لا تحمل هم بطن. سنعود. الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا ولا مشرب ولا مأكل، وتخرج في صباحها وهي لا تحمل هما. إذن أنت لماذا تحمل الهم؟ الله لا إله إلا أنت لماذا تحمل الهم في قلبك وأنت تخاف على ولدك وعلى عملك وعلى وظيفتك، وأنت تخاف؟ لا تخاف، لأن هناك رب، لأن هناك رزاق، لأن الله عز وجل هو الذي يعطي، هو الذي حينما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. انظر حضرتك، كانت في غزوة الأحد واجتمع المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انصرف المشركون واجتمع المشركون مرة أخرى قالوا يا رسول الله إنهم يجتمعون لقتالكم بالمدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حضر أحدا أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في هذا المشهد المهيب الجليل قرآنا، الذين يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فصدق اللجأ إلى الله عز وجل والتوكل على الله نجاة في الدنيا، فمن توكل على الله كفاه، ومن اعتمد عليه الله عز وجل كفاه، ومن امتلأ قلبه بالله عز وجل كان غنيا بالله عز وجل. قل يا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نعم. تغدو خماصا وتروح بطانا. من الذي يرزقها؟ الرجل الأعرابي الذي كان قاطعا للطريق، ومر عليه الأصبعي يوما
فقال له من أي البلاد أنت؟ من العراق. قال من أي الديانات أنت؟ قال المسلما. قال أو معك شيء من كتاب المسلمين؟ اقرأ علي. فقرأ عليه بداية سورة الزاريات إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الله عز وجل قالها. قال نعم. فكسر رجل رمحه وقصر قوسه وانطلق الرجل هائما. وبعد عام يلقى الرجل في بيت الله الحرام يحج بيت الله الحرام. ألست بصاحبك؟ قال بلى. فيقف الرجل قال اقرأ علي شيئا من كتاب الله. فيقرأ عليه من سورة الزاريات إلى أن يصل إلى قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يكمل الرجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ففزع الرجل وقال من الذي ألجأ الحلي الجليل حتى حلف؟ من الذي ألجأ الجليل حتى حلف؟ من اللي اضطر ربنا انه يحلف انه ضامن الرزق للناس؟ سيدنا الحاتم الأصم يقول علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي. صدق اللجوء إلى الله عز وجل كان درسا من الدروس العظيمة الذي علمنا إياه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة في الهجرة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون صدق اللجوء إلى الله واعتماد القلب على الله. اعمل اللي عليك وسيب النتائج لربنا سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ محمد، يمكن تحدثنا عن الدروس، وكان أول درس من هذه الدروس هو التوكل على الله. خليني قبل ما أروح للدرس الثاني أروح للشيخ محمد أول نسمع منه حاجة كده، ابتهال جميل كده، وبعد كده نرجع ناخد الدرس الثاني من دروس المستفادة من الهجرة. يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا في مآقيها. يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها. هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هيجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها. الله الله، بارك الله فيك يا شيخ محمد. ارجع يا شيخ محمد وناخد من ضمن هذه الدروس والعبر ايضا الامل والثقه بنصر الله. فماذا عنه؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يثق تمام الثقة بالله عز وجل. حينما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسير في طريق الهجرة بعد أن مكث في الغار 3 أيام، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للطريق ويمشي إلى طريق الساحل، وإذا بالطلب يلحق بالمصطفى. أي طلب؟ سراقة بن مالك. نعم. يريد قتل النبي لينال الجائزة الكبرى. أي جائزة؟ فقد عرضت القريش ثمنا لرقبة النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، فيريد سراقة أن يلحق بالنبي ليفوز بالجزاء أو يفوز بالجائزة. وبالفعل يلحق بالمصطفى صلى الله عليه وآله عنه وأرضاه، يقول يا رسول الله الطلب الطلب الطلب. سراقة بن مالك يلحق بنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريقه لا يلتفت ولا ينظر، لأنه يعلم أن هناك ناصر، يعلم أن هناك رب سبحانه وتعالى سيقف بجانبه. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو إلى الله عز وجل. لا شك أن القلب ممتلئ بالله عز وجل، ممتلئ نصر
ممتلئ ثقة، حسن ظن بالله عز وجل، ودائما أبدا أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحق به سراقة، وإذا بالطالب أو القاتل أو الذي يريد قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم يستغيث بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد أدركني. نعم. الذي جاء ليقتل والذي جاء ليفزع، الذي جاء ليقتل سراقة بن مالك يقول: يا محمد أنجدني، الحقني يا محمد. لأن هناك في قلب وقال له: إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حسن الظن بالله وثقة أن الله ناصره. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بعد أن قاست قدم فرس سراقة بن مالك في الرمال وينجو سراقة بن مالك، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، هذا هو الدليل إن النصر قادم والقلب يمتلئ أن الله عز وجل سينصره. إذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يعد سراقة بماذا؟ يعد سراقة بملك عظيم، بجزاء كبير. متى سيكون هذا الجزاء؟ أنت مطارد، أنت تحارب، أنت تقاتل، أنت يريدون قتلك، فلماذا تبشر بالقادم؟ لأنه عنده حسن ظن بالله عز وجل، عنده يقين أن الله ناصره. يقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، بعد أن نجاه الله عز وجل بدعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. ده فين ده؟ ده كسرى ده مين؟ ده ملك الروم. ده فين؟ ده مملكة الشمال اللي كانت في هيمنتها وعظمتها محدش يقدر يقول لها انت بتعمل ايه؟ بالظبط. امبراطورية عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر سراقة أن هذه الإمبراطورية ستزول على قدم أو على يد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا زال مطرودا ولا زال يقاتل ويحارب. إنه حسن الظن بنصر الله عز وجل واليقين بأن الله عز وجل سينصره. هذا هو الثقة في النصر من عند الله عز وجل. اعمل اللي عليك واشتغل لربنا، وربنا سبحانه وتعالى هو المتكلم في النتائج إن شاء الله. فضيلة الشيخ محمد بقى نسمع منك إيه؟ يقول في الغار: لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها. هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا، وتسأل الله نجحا في مبادئها. هاجرت يا سيد الأكوان، هاجرت يا سيد الأكوان، متجها نحو المدينة، دارا كنت تبغيها، دارا كنت تبغيها. هذه المدينة قد لاحت طلائعها، والبشر من أهلها يعلون واصيها. بارك الله فيك يا شيخ محمد، بارك الله فيك. أرجع للشيخ محمد، وضمن هذه الدروس والعبر المستفادة من الهجرة أيضا التخطيط للعمل، فماذا عنه؟ التخطيط للعمل، إن الإنسان دائما يكون لا يهم بعمل إلا يخطط ويدرس الموضوع جيدا
حتى يستطيع أن يخرج بأفضل النتائج، وهذا ما علمنا إياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة ما كانتش هجرة عشوائية ولا كانت انتقال. هو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش قادر على أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في لمح البصر عن طريق البراق كما فعل في الإسراء والمعراج. نعم. سبحانه قادر، ولكن هناك دائما الله عز وجل يرسخ لنا بعض المعاني، يعلمنا إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط للهجرة. هذه الهجرة تحتاج إلى دليل. نعم. من هو الدليل؟ الذي يكون على يقين وعلى خبرة بالطرق، مش الطرق الممهدة التي يسلكها جميع الناس، لا، أيضا الطرق الغير ممهدة الأخرى التي يستطيع أن يكون أن يهرب منها أو أن يصل إلى مبتغاه منها. يحتاج إلى دليل خبرة، يكون عارفا بالطرق، وكان هذا الدليل الذي جاء به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وفيش مانع أن يكون هذا الدليل على غير الإسلام طالما أمينا مؤتمنا. نعم. ثانيا، يخطط النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة تحتاج إلى صحبة. من الصاحب؟ فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصحبة، فيقول الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستبقيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى يخرج الصديق مع رسول الله. طيب، هذا الطريق يحتاج إلى أن يكمن في مكان أمين لا يراه أحد فيه. إذن لابد أن يختبئ النبي 3 أيام حتى لا يستطيع المشركون أن يصلون إلى رسول الله. لابد أن يكون الاختباء هذا في غار ثور بعيدا عن الأعين. من ينقل لنا الأخبار؟ يأتي عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يبيت في قريش أو يأتي إلى قريش، ثم يأتي في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لينقل لهم أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدليل أو هذا الذي ينقل الأخبار أو إدارة المخابرات المحمدية كما يقولون، نعم. كان عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب، المكوث في الغار، من الذي يقدم الطعام والشراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيخطط أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. طيب، هذا هناك المشركون يعلمون أثر الأقدام ويعرفون أثر الأقدام التي تسير في الرمال، فلا بد أن يكون في هناك على الجهاز التمويه وإخفاء آثار الأقدام وطمس هذه الآثار. فيأتي عامر ابن فهيرة عامل أو خادم أبي بكر رضي الله تعالى عنه بغنم أبي بكر حتى يضلل المشركين ويمحو آثار الأقدام. كل ذلك كان مخطط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أراد المرء أن يأتي بأمر من الأمور فعليه أن يخطط جيدا وأن يعمل جيدا وأن يأخذ بالأسباب ويترك الأسباب أو على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خطط وأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. وحينما قدم المشركون ووقفوا على الغار، لو أن القلوب تتعلق بالأسباب لعل في الأمر خطأ، الخطة فشلت. لما المشركون يجوا لحد باب الغار يبقى كده الخطة فشلت. لا، فلعل الأمر أن خذ بالنتائج واعمل واترك الأسباب على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ارمي البذر في الأرض، احرث الأرض، واسق الأرض، ودع النتائج على الله عز وجل، فهو مسبب الأسباب. ونعم بالله. بارك الله فيك. تفضل. أروح للشيخ محمد بقى، وحابين نسمع من حضرتك حاجة جميلة كده، تسمعنا ايه؟ في الهجرة إن شاء الله، هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا.
رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وعلي أصبح يهديه وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الله الله عليك يا شيخ محمد، فتح الله عليك. شيخ محمد، يمكن هرجع لحضرتك وضمن العبر والعظات والدروس المستفادة من الهجرة الثبات على الموقف والحب. وهنا من الممكن أن يتساءل الكثير، ما علاقة الثبات على الموقف بالحب؟ نرجو التوضيح. مبدأ، صاحب مبدأ. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مبدأ. حينما جاءه المشركون ليفاوضوه على أن يترك دينه ويترك عبادة الله عز وجل إلى عبادة الأوثان، وكان أبو طالب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أتركه أبدا. صاحب مبدأ، عنده مبدأ وعنده ثبات عليه. حينما نتأمل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب يفوق الوصف. وكان أبو بكر صاحب مبدأ. إيه صاحب مبدأ؟ إنه ينصر الحق وإن كان هذا الحق سببا لضياعه. نعم. أبو بكر أهين وضرب حتى أشرف على القتل لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عنده مبدأ، عنده يقين، عنده حب بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينما ضرب أبو بكر وأهين أبو بكر وأشرف على الموت بعد أن ضربه المشركون، كان همه الأوحد أن يسأل على المصطفى صلى الله عليه وسلم ما فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رجل غيره يقول: أنا صاحب بال، صاحب تجارات، أنا لا شأن لي بهذا الأمر، لا علاقة لي بهذا الأمر، فليفعلوا ما شاء. ولكنه رجل عنده مبدأ. المبدأ إنك حضرتك تكون ثابتا على هذا المبدأ وعلى هذه العقيدة حتى وإن خالفت الكون كله. سيدنا النبي لما هاجر من مكة إلى الطائف وفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. وننظر إلى أصحاب المبادئ حتى وإن كانوا على الكفر على الشرك. اللي سيدنا النبي خرج من مكة مطرودا في المرة الأولى قبل أن يهاجر الهجرة إلى المدينة. خرج إلى الطائف لعله يجد في الطائف، في أرض الطائف، من يحنو عليه أو من يأخذ بيديه. وإذا بأهل الطائف يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني يستحي الوحوش في عالم الغيب أن يفعلوه. ضربوه وأهانوه وأزموه وفعلوا فيه وطردوه حتى يعني ضجت السماء بما فيها ومن فيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضجت السماء ونزل جبريل معه ملك الجبال يقول: يا رسول الله، إن الله يأمرك، أرسل ملك الجبال فمره بما شاء، اللي أنت عايزه اعمله. بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده مبدأ. عنده مبدأ إيه؟ مبدأ الرحمة. قال له: لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. الشاهد، لما خرج النبي من الطائف مطرودا وماشي مش فايق مش داري بنفسه، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب ده ما بينها وبين الطائف 6 كيلو. سيدنا النبي ماشي مهموم مش قادر،
طب ازاي يدخل مكة وهو مطرود؟ فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى، شوقتنا يا مولانا، ويذهب إلى إيه؟ خرج النبي مهموما ولم يجد أحدا يذهب إليه إلا نعم. رجل صاحب مبدأ. نعم. من صاحب المبدأ؟ المشركون في مكة أو في غيرها كان عندهم مبدأ الشهامة والرجولة. ذهب النبي لعقبة بن معيط الله. أو ابن أبي معيط، نعم. نعم. وكان على الكفر وكان عدو لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس في نخوة، في رجولة، في مبدأ. إيه المبدأ؟ إن هو لو ما حد يستجير به أو حد يطلب منه الدفاع هيقف حتى وإن كان على غير دينه. بالضبط. فخرج النبي ولم يدخل مكة إلا في جوار المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي، دخل النبي في جوار المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي هذا جمع قبيلته وأهله وأولاده وخرج بالسلاح عن بقرة أبيهم، والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الكفر وعلى الشرك. ودخل بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو دخلوا بالمصطفى إلى مكة غصب عن المشركين، ودخلوا في حماية، أو دخل النبي في حماية رجل مشرك عنده مبدأ. هو ده صاحب المبدأ، إنه يكون عنده مبدأ وبيحب هذا المبدأ يثبت عليه. فالرجل دخل أيا كانت ديانته، أيا كانت ديانته. نعم. فدخل النبي في جوار المطعم بن عدي، ووقف المطعم بن عدي في أرض مكة أمام المشركين وقال لهم: يا معشر قريش، لقد جاورت محمدا. الله. 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 لقد جاورت محمدا، من عاداه فقد عاداني، ومن آزاه فقد آزاني. ووقف أمام المشركين جميعا لأنه رجل صاحب مبدأ. النبي ينساله أبدا. بعد النبي مهاجر من مكة إلى المدينة، وبعد أول مواجهة مع المشركين غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أسر 70 من المشركين. نعم. فيتذكر الموقف اللي دخل به مكة في ضيافة أو في حماية المطعم بن عدي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا، لأنه مات قبل هذه الغزوة أو قبل مواجهة النبي بالمشركين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا فسألني في إطلاق هؤلاء النتن أو هؤلاء الأسرى لأطلقتهم له. انظر إلى صاحب المبدأ. صاحب المبدأ إنه يكون عنده مبدأ يعيش علشانه ويحيا من أجله، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما علمنا إياه الصديق رضي الله تعالى عنه. مبدأ في الحب، مبدأ في الوفاء، مبدأ في كل شيء. علمنا حسن الصدق واللجء والإخلاص مع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثلة الحب من أبي بكر في قصة الهجرة مليئة بالقصص والمواقف التي يكاد القلب ينخلع من شدة ومن عظمة هذا الحب. نعم. بارك الله فيك فضيلتك. هناخد ريست صغير كده نسمع حاجة من فضيلة الشيخ محمد. القرآن ولا ابتهال؟ ناخد القرآن. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا
فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله عليه الصلاة والسلام. ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا شيخ محمد. شيخ محمد، يمكن هنكمل حديثنا، وضمن الدروس المستفادة من الهجرة أن الهجرة هي صناعة أمل. نعم. توضيح. دائما بعد الضيق فرج. نعم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وما غلب يسرا أو يسرين عسرا. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ضاقت به الأحوال وضاقت به السبل، ولكن هناك أمل أن الله عز وجل سينصر هذا الدين. في قصة خباب بن علي بن الأرت رضي الله تعالى عنه وارضاه، حينما كان المشركون يؤذون ويعذبون المسلمون في مكة قبل الهجرة، 10 سنين من الدعوة الجهرية بعد 3 سنين سرية. نعم. وبعد أن أمر الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الدعوة الجهرية حينما آمن الضعفاء أو آمن العبيد برسول الله صلى الله عليه وسلم فأوذوا وقتلوا وأهينوا. فكان من بين الكلام اللي كان بيقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الأمل وشوف القلب متعلق بإيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا رداءه في الكعبة أو في حجر الكعبة، فجاء خباب بن الأرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه إيذاء المشركين، اضطهاد المشركين، ده بيعملوا فينا رسول الله وبيسووا فينا، تعبنا ومش قادرين، خلاص احنا صبرنا نفد. سمية قتلت. نعم. عمار بن ياسر كفر بعد أن آمن بالله عز وجل في ظنه، ولكنه لم يكفر، ولكنه قال كلام الكفر، وربنا سبحانه وتعالى عذره في ذلك. أبوه ياسرا قتل بيد المشركين، المسلمون مضطهدون، يا رسول الله ادعو الله عز وجل، انت مش قادر تدعي ربنا انه ينصرنا، خليه يفرج عننا الهم اللي احنا فيه. زي ما احنا النهارده كتير من الناس الدنيا الهم والكرب والشقاء على كثير من الناس، ويظن ان الدنيا قفلت في وشه. شاب تخرج ولم يجد عملا او غيره او زواجا او غيره ولم يستطيع ان يعمل، تلاقي الدنيا قفلت في وشه. واحد ربنا اصابه بمرض والدنيا قفلت في وشه ويأس من الشفاء. نعم. الهم زاد في القلب والشيطان تمكن من القلب فيأس من الحياة فقتل نفسه. وكثير من هؤلاء الآن فقدوا الأمل في النصر أو فقدوا الأمل في أن يجدوا مخرجا. الأمل دائما موجود، والقلب دائما حينما يتعلق بالله عز وجل يفعل الأعاجيب. سيدنا النبي يقول لخباب بن الأرت، شوف حضرتك ده فينا حتة ده في مكة. نعم. وبيتأذي وبيتقتلهم وبيتدبحهم، وبالرغم من ذلك خباب بيقول له ادعي ربنا انه يكشف عنا اللي احنا فيه. قال له والذي بعثني او الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر. الله اكبر. الله اكبر. ده قاعدين فين؟ ده احنا قاعدين في مكة، ده احنا قاعدين بننضرب، ده احنا قاعدين بنتهان. امر ايه اللي ربنا هيتم واحنا بنتهان كده؟ ده احنا اقليه، ده احنا ما فيش، ده احنا 5 6 بننضرب. سيدنا النبي عنده امل، عنده يقين، قال له لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الماشي
من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. هذه هي صناعة الأمل. نعم. نعم. لا إله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضطهد، ولما اضطهد النبي واتأذى النبي وانضرب النبي وقالها أبو جهل يعني أتجلسون حتى يعفر محمد وجهه بين أظهركم. الأمل دائما ربنا يبعث لك في وسط المعمعة اللي انت فيها ووسط الكرب حاجة كده تثبتك. ايه اللي ثبت سيدنا النبي؟ سيدنا النبي واقف يصلي وابو جهل يقول لهم محمد يأتي يعفر وجهه امام اعينكم وانتم تنظرون الكعبة وانت قاعدين تتفرجوا عليه محدش قادر يعمل حاجة. والله ان جاء محمد لأطأن قدم رأسه او عنقه بقدم هذا. ويأتي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان يصلي ويقف في حجر الكعبة ويكبر النبي ويصلي ويقرأ القرآن. لا حضرتك ده كان المشركين بيروحوا عند البيت بتاع سيدنا النبي علشان يسمعوا قرآن سيدنا النبي. أبو جهل أبو سفيان وغيرهم كانوا كل ليلة يذهبون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرقون عند انشقاق الصبح وهم يسمعون آيات القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف وصلى وسجد وقام أبو جهل عشان ينفذ أو يبر قسمه فاقترب من النبي وفجأة يعود فزعا مذعورا وكأنه يزيع شيئا عن وجهه هكذا ويجري يقول انت مالك انت كنت عمال تحلف وتقول ان هعمل واسوي. ايه اللي رجعك بهذا المنظر المزري المخزي؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بيني وبين محمد خندقا حاجه مش قادر اوصل لها ولا هقدر اعتبها او اخطوها. سيدنا النبي بيقول بعد كده بيقول لك كانت الملائكه والله لو اقترب خطوه واحده لاختطفته الملائكه عضوا. الله الله حضرتك الامل اهو بقى. الامل فين؟ ده سيدنا النبي واقف يقرا القران فين؟ قدامهم قدام المشركين وهم عايزين يموتوه ويقف يقرا سيدنا النبي سوره النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. ده كان بيقرا. حضرتك لما الواحد بيسمع قارئ كده في الاذاعه وقارئ صوته جميل زي الشيخ محمد ربنا يبارك فيه بيقرا القران ويشدو بالقران ويتغنى بالقران يخلع القلوب من شده. ما بالك بقى ان كان سيدنا النبي اللي كان بيقرا القران على الجمال. سيدنا النبي بيقرا القران والجماعه المشركين قاعدين مش قادرين يتحركوا كانهم يعني خشب مسنده يسمعون القران ولا يتحركون. سوره النجم في اخرها سجده فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقرا فوصل النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر سوره النجم فوصل النبي الى ايات تزلزل القلوب وتحرك الحجر. يقول لهم أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أي وأنتم تضحكون وأنتم تلعبون وتصبرون فاسجدوا لله واعبدوا. ويسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحتة في مكة أمام أعين المشركين أمام أبو جهل أبو سفيان أبو لهب كلهم حضور ويسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمالك المشركون أنفسهم إلا وهم يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين اللي بيعبدوا الصنم سجدوا لله عز وجل بقراءة القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الأمل بقى اللي ربنا بعته لسيدنا النبي فثبت القلب. وده كان السر الحقيقي لو حضرتك تتذكر معي في أحداث السير إن فيه هناك هجرتين للحبشة. الهجرة الأولى لما خرج المستضعفون إلى أرض الحبشة وارسلوا في طلبهم عمرو بن العاص إلى آخره. لما الجماعة في الحبشة سمعوا إن المشركين سجدوا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لعل القلوب قد لانت وتابوا ورجعوا ربنا وأسلموا فرجعوا. فلما وجدوا الصدف ووجدوا الغلظة مرة أخرى عادوا إلى أرض الحبشة للهجرة الثانية. الأمل موجود حينما يتعلق القلب بربنا سبحانه وتعالى دائما. أيها المهموم أيها المكروب يا من ضاقت عليك السبل يا من ضاقت بك الأيام يا من ضاقت بك الأحوال
لذ بالله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها المبتلى، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، إلى الله، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تغنيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. فالأمل دائما موجود، صاحب المرض الأمل موجود، صاحب الفقر الأمل موجود. املأ قلبك بالله عز وجل وقل على يقين أن الله عز وجل سيعطيك. أيوب مكث في بلائه 18 سنة صابرا لله عز وجل، 18 سنة صابرا محتسبا لله. ولما أراد أن يدعو الله عز وجل، زوجته تقول له ادعو ربنا، قال لها لقد عشت لله 70 سنة وأنا صحيح، فأستحي أن أدعو الله عز وجل بعد 18 سنة مرض، أما أوصل ل70 سنة مرض أن أدعو ربنا، أنا أستحي. يا سبحان الله. فما دعا ربه سبحانه وتعالى إلا خوفا من الفتنة، فجاء الفرج من الله عز وجل، ولقبه الله جل وعلا في قرآنه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ربنا يبتدح سيدنا أيوب فيقول إيه في إيه؟ نعم العبد الله إنه أواب. إنه وجدناه. الأمل دائما، هناك أمل، هناك حياة، هناك أمل، هناك قلب ينبض. فعلمنا النبي في الهجرة أن هناك أمل، وأن هناك نصر، وأن الله عز وجل سينصر أولياءه وسينصر أتباعه، إن طالت أم قصرت فعليك أن تلتجأ إلى الله عز وجل. الله عليك شيخ محمد، فتح الله عليك، ربنا يبارك فيك. شيخ محمد مجهز لنا ايه بقى؟ نسمع. هنقول حاجة كده يعني ايه في مدح البلد التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهنقول ايه؟ اتفضل. يا مكة سورك متين، يا مكة سورك متين، فيك الرضا فيك مقام الخليل، حجر اسماعيل فيك لما أراد ربنا يا مكة يرضيك، لما أراد ربنا يا مكة يرضيك، أسبل عليك الرضا ولد النبي فيك. الله عليك يا شيخ محمد، فتح الله عليك. شيخ محمد، يمكن بنقول من ضمن الدروس والعبر للهجرة النبوية الشريفة، ويمكن دروس كتيرة. خليني يمكن احنا وصلنا لختام الحلقة، فخليني هاخد الدرس الأخير من هذه الدروس، وليس الأخير طبعا، وهو خاص بالصحبة الصالحة. تحدثنا عنها. الصحبة الصالحة، وما أدرك ما الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة سبب للنجاة، سبب للفوز، سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. نعم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ضرب أعظم الأمثلة في الصحبة والمحبة. وغضب عمر بن الخطاب يوما حينما فضله بعض الناس على أبي بكر رضي الله عنه. كيف ذلك؟ جاءه كما تكلم ابن سيرين في ذلك، جاءه بعض الرجال أو بعض الناس يفضلون عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر، فإذا أبي عمر رضي الله تعالى عنه يقول كلمته. انظر حضرتك للقيمة الجمالية والأخلاقية والمحبة والصحبة والإخاء والقلب الممتلئ بالحب للآخرين. أبو بكر صاحب رسول الله، وعمر صاحب رسول الله، ولكن هناك في درجات في المحبة والتفاوت. أبو بكر فيقولون لأنت أفضل من أبي بكر يا عمر، فنظر عمر بغضب بعد أن احمر وجهه غضبا وقال: من قال ذلك والله إن ليلة
من ليالي أبي بكر خير من عمر وآل عمر. الله الله الله. عمر سبحان الله. ليلة من ليالي أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا يدخل بيتك إلا تقي ولا يأكل طعامك إلا مؤمن. الله. ما تدخلش بيتك إلا واحد تثق فيه وصحبة يخاف عليك. ربنا سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الصحبة وعن الإخاء قال لك إنما المؤمنون إخوة، وجعل جزاء الأخوة في الآخرة أنهم يظلون في ظل عرش الرحمن، لهم مكانتهم، لهم الدرجات المخصصة، لهم الدرجات المفضلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، كان الحب بينهم كحب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن شئت فقل إنها الأعظم حب المصطفى لأبي بكر. وحينما ننظر إلى حب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة، ونحن نتكلم عن الهجرة ودروس الهجرة، أبو بكر يعلمنا الحب والصحبة الطيبة. يخاف على سيدنا النبي كأنه ينادي ويخاطب حيات الصحراء وعقارب الصحراء، ويقول لها أيتها العقارب أيتها الحيات، هذا هو جسد أبي بكر، هذا هو لحم أبي بكر، انهشي لحمي وبثوا سمومكم فيه، ولكن لا يصيب حبيبي ولا يصيب رسولي سبحان الله أذى، ولا يصيب مصطفى صلى الله عليه وسلم شيء من آذاكم. كان يمشي أمامه مرة، وكان يمشي خلفه مرة، يمينه مرة، يساره مرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب يا أبا بكر، قال يا رسول الله حينما أتذكر أن الطلب يأتيك من الخلف سرت خلفك، حينما أخاف أن يأتيك الطلب من أمامك سرت أمامك. ويدخل الغار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له استنى حتى أدخل يدي الأول أو أدخل قدمي حتى أستبرئ لك الغار، حتى لا تكون هناك دابة في الغار تؤذيك يا رسول الله. ليس ذلك فقط، بل يسير بعد أن خرج بعد 3 أيام مكوثا في الغار، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج أبي بكر وهم يمشون في حر الظهيرة في عز الحر، وينظر أبو بكر رضي الله تعالى من على البعد كده يجد صخرة عظيمة، وإذا براعي غنم يريد من الصخرة ما يريد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ما فيش مكان في هذا المكان إلا هذه الصخرة، وفيها ظل لا يستطيع أو لا يتسع إلا لرجل واحد. فيهرول أبو بكر بيجري بعز شوطه علشان يلحق يحجز المكان للفرد الواحد اللي هو حبيبه، اللي هو صاحبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمهد له المكان ويفرش له المكان وينام النبي في هذا الظل. ومش كده بس، لا ده يسيب النبي بعد ما يهد له المكان ويجري علشان يقابل الراعي فين؟ في وسط الطريق في عز الحر في الشمس، ويقعد يتكلم معاه علشان النبي ياخد راحته في الظل ويستريح من عناء السفر، ويقف يتكلم مع راعي الغنم في عز الحر ويسأله ويحلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يرطب الحليب الساخن لرسول الله بالماء البارد ويعطي لرسول الله. انظر، وبعد أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الحب، ويقول فأعطيت رسول الله فشرب حتى رضيت. الله هي دي الصحبة الصالحة. فشرب. مين اللي رضي؟ مش النبي اللي رضي، ده أبو بكر. حتى رضيت على شرب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك. يمكن للأسف هو عامل الوقت بس معانا، أنا كان نفسي أطيل معاك، الكلام جميل جدا مع هذه الصحبة الجميلة. جزاكم الله خيرا. وأنا حابب إن أنا أختم هذه الحلقة الجميلة بشيء نسمعه من الشيخ محمد. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده من لجل النبي. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. هسيب حضراتكم مع تتر الختام والشيخ محمد.
سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيد الكونين اللهم صل عليه. يا بدر الدجى يا بحر جود لا يكف عطاؤه جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو الذي أثنى عليه الله من لليتامى والأرامل كافلا هل في القيامة شافعا إلا هو فإذا ذكرت العدل كان محمدا وإذا مدحت الصدق كان هداه فإذا ذكرت العدل كان محمدا وإذا مدحت الصدق كان هداه. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا محمد يا شمس الكمال يا حبيبي يا شمس الكمال يا محمد يا نور عيني. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا محمد يا شمس الكمال يا محمد يا شمس الكمال يا حبيبي يا نور عيني. نورك الوضح يا محمد مليك الأرواح يا حبيبي محبك قد سحي يا حبيبي ده محبك قد سحي يا حبيبي نحو الحرمين. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا محمد يا شمس الكمال يا حبيبي يا شمس الكمال يا محمد يا نور عيني. بارك الله فيك. سيدنا النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك